دعوة لحضور خيمة عزاء لحسن نصر الله. أقمت خيمة عزاء لحسن وهممت أن أدعو الناس للاجتماع لحضور المأتم، فإذا بي لا أجد أقربائي، فنحن مشردون في البلاد، كل واحد فينا ما بين شريد أو شهيد تحت التراب، وبقية أهلنا في المخيمات شردنا حسن. هممت أن أقوم بالعزاء ليحضر شبابنا الذين نصروا المقاومة في 2006، ولكن الشباب شهداء وآباؤهم ماتوا من الغم والحزن، النساء اغتصبت وقتلت، والأطفال ذبحوا أحياء في مجزرة الحولة والقصير ومجزرة القبير ومجزرة باب عمر وكرم الزيتون ومجازر كثيرة لا تعد ولا تحصى، كلها أطفال ذبحهم أتباع حسن بأمر منه. أين سأضع خيمة العزاء؟ فالقصير مدمرة، والغوطة أصبحت ركاما، حلب مهدمة، داريا خاوية على عروشها، ليس فيها حجر على حجر. هممت أن أضعها في مضايا، فإذا تحت كل حجر أشلاء طفل ذبحه أنصار حسن، وفي كل زاوية امرأة ماتت من الجوع، وتحت كل ركام أب ما زال يحتضن أولاده بعد القصف ولم يدفنهم أحد حتى اليوم. هممت أن أحزن، ولكن دموعي ذرفتها على شهداء مجزرة الكيماوي. هممت أن أحزن، لكن دموعي جفت من بكاء استمر 10 سنوات على كل شهيد. لم يعد في المآقي 1,000,000 دمعة على 1,000,000 شهيد قتلهم حسن وشبابه. كيف سنحزن ونبكي ونحن الحزن كله متجسد بنا 10 سنوات لم ينقطع؟ وها قد مات المجرم اليوم قتيلا تحت الركام، فإذا بي أرى الحجارة في سوريا تضحك، تريد أن تخبر أشلاء الطفل الذي تحتها أن قاتله مات أيضا. وتحت الركام، الركام الذي يحوي حتى هذه اللحظة أشلاء لم تدفن في دوما وزملكا وداريا، يضحك اليوم وهو يربط على الأشلاء المتفسقة ويبشرها بهلاك قاتلها تحت الركام. التربة التي لم يبق فيها مكان لشهيد آخر تضحك، وهي تخبر آلافا تحتضنهم أن قاتلهم هلك تحت الركام. كل زاوية في معتقل ضجت من صراخ التعذيب، كل خيمة احتضنت أسرة مشردة، كل بحر التقم جثث إخوتي، كل بناء تهاوى فوق رؤوس ساكنيه، يضحكون اليوم لهلاك المجرم تحت الركام. خجلت من نفسي كيف لا أضحك والحجارة تضحك، خجلت من نفسي كيف لا أمتلئ فرحا وأنا من لحم ودم، والحجارة والخيام والمقابر اليوم تضحك وتفرح. رحلت إلى الساحات التي نصبنا فيها خيم عزاء الشهداء، ثم دفنا تحت الخيم المعزين أنفسهم. خجلت أن أبكي اليوم أو حتى أحزن، وناديت: يا كل حجر ضم شهيدا، يا كل ذرة تراب تطهرت بدم، يا كل زاوية اغتصبت فيها فتاة، اضحكوا اضحكوا، قاتلكم مات، اضحكوا هلك المجرم، اضحكوا هلك الذي سفك دماءكم، اضحكوا من ذبحكم اليوم قد هلك، اضحكوا فعدالة الله الدنيوية لم تتأخر، اضحكوا فقاتلكم اليوم معكم أمام الله في صعيد واحد. أيها الطفل الذي صاح: سأخبر الله بكل شيء، اذهب إليه وأمسك بلحيته وجره إلى الله وقل له: يا رب، هذا الذي أخبرتك عنه كل شيء. أيتها الطفلة التي صاحت وهي تذبح: عمو رقبتي بتوجعني، يا عمو قاتلك صار بين يدي ربك، اذهبي وقولي له: يا رب، هذا الذي أوجعني وهو ينحرني. أيتها الفتاة التي ما زالت تبكي منذ أن اغتصبت حتى ماتت، أمسكيه من رقبته وجريه جرا إلى الله سبحانه وتعالى وقولي: يا رب، هذا الذي هتك عرضي ثم تركني حتى أموت. أيتها الفتاة التي اغتصبت في مسجد حرملة بن الوليد في جوبر وأسمع صراخها عبر مكبرات الصوت على المئذنة،
أسمعي أهل السماء أن هاتك عرضك في بيت الله أصبح بين يدي الله. يا أهل مضايا الذين ماتوا جوعا وعطشا، قفوا أمام جنة الله وقولوا يا رب هذا الذي أماتنا جوعا وعطشا أفي عدل الله يجتمع مقتول وقاتله في جنتك؟ يا كل مكلوم، يا كل مقهور، يا كل أرملة، يا كل يتيم، يا كل شهيد، يا كل من مات في الحصار جوعا، هلك قاتلكم وظالمكم وهاتك أعراضكم، فلا عزاء اليوم، إنما فرح بحجم سماء الله، فرح بعدل الله، فرح بحجم جنة الله، فرح بحجم جهنم التي كلما امتلأت من المجرمين من أنصاره وقيادات حزبه ومؤيدي حزبه والمتعاطفين مع حزبه ستقول وهي تخور هل من مزيد؟ المزيد اليوم في كل مكان، وسيصيرون إلى عدل الله حتما. أما أنتم أيها الحزينون البائسون بقتله، الحزينون بأن المقاوم مات. أي مقاومة وهو لم يحرر شبرا ولم يقتل جنديا وصال وجال في كل مكان إلا في فلسطين؟ أية مقاومة هذه وهو في سوريا نزل بجيش جرار وعلى إسرائيل صواريخ تصيب العواميد ومزارع الدجاج والبقر. سنة كاملة وأهلنا في غزة يقتلون، يذبحون على يد إخوانه الصهاينة، فأين مقاومته؟ أين رجاله الذين كانوا أبطالا في سوريا؟ أين مخازن سلاحه التي فتحت في سوريا؟ أين شجاعتهم حين كانوا يدخلون قرى المسلمين؟ نعم، نحن لا نفرح مع قاتليه، فنحن لنا عرسنا الخاص، وقدرا أن جاء هلاك ظالم على يد أظلم منه. وهذه من سنة الله التي تقول إن الله يقول أنتقم ممن أبغض بمن أبغض ثم أصير كلا إلى النار، فهلاك الظالم لا يجعلني مع قاتله. لن أفتح عزاء يجمعني مع قاتل ومجرم، وأقول للذين يربطون على يد ذبحت أطفالا في بيوتها، الذين يجمعهم حزن وبؤس مع من شرد 10 ملايين سوري، الذين يجمعهم حزن وبؤس مع من دمر مدن سوريا، الذين يجمعهم حزن وبؤس مع من دمر جميع مخيمات الفلسطينيين في سوريا، الذين يجمعهم حزن وبؤس مع من حاصر مضايا فمات أطفالها جوعا. أقول لهم لنا 10 سنوات من الثأر، ولنا 1,000,000 ثأر لكل شهيد، لنا 10 ملايين ثأر لكل نازح، لنا ثأر بكل مدينة دمرت وكل بيت هدم فوق رؤوس أصحابه، لي ثأر بمئات بل آلاف ومئات الآلاف من بلدي قتلهم حسن. فاحزنوا إن شئتم للقتلة وكونوا مع القتلة، وقفوا لصفهم اليوم واحزنوا للمجرمين، ولكن الوقوف بين يدي الله حتمي، فسنة الله لا تتغير ولا تتبدل. ونعم، منذ أول شهيد إلى آخر شهيد فينا سنخبر الله بكل شيء.